الناس بيقولوا إنه ما حدش يعرف عنه وظيفته إيه، غير إن هو ليه صفات محددة، لو بيخرج من البيت الساعة 08:00 فهي الساعة 08:00 بالضبط كل يوم الصبح، بيرجع الساعة 07:00 يبقى بيرجع الساعة 07:00، ما فيش ميعاد بيتغير عنده. مستر هنتكلم في إيه النهارده؟ النهارده إن شاء الله هنتكلم في القصة بتاعة تانية ثانوي اللي اسمها Around the World in 80 Days. القصة دي بدأت في لندن، وإحنا اتفقنا مع بعض إن أي ستوري من الستوريز بتاعتنا لازم نحدد السيتنج بتاعها. السيتنج اللي هو بليس والتايم، التايم بتاعنا 1872 والمكان in the heart of London، في نص لندن. القصة بدأت بواحد اسمه فيليس فوج. الراجل ده الناس اللي حواليه وصفوه إن هو rich but strange، غريب. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هي ده مهم جدا. الناس بيقولوا إنه محدش يعرف عنه وظيفته إيه، ما يعرفوش الويلث بتاعته إيه، ما يعرفوش الويلث اللي هي ثروة؟ الثروة بتاعته إيه، ما يعرفوش عيلته مين، ما حدش يعرف عنه أي حاجة خالص، غير إن هو ليه صفات محددة. لو أنت عايز تضبط ساعتك اضبطها على مين؟ على فيليس ده، فيليس فوج، وهو هيتقال عليه في الستوري كلها مستر فوج. إيه حكاية؟ يعني إيه نظبط ساعتنا؟ يعني هو punctual أوي، منضبط جدًا، لو بيخرج من البيت الساعة 08:00 فهي الساعة 08:00 بالضبط كل يوم الصبح، بيرجع الساعة 07:00 يبقى بيرجع الساعة 07:00، ما فيش ميعاد بيتغير عنده. هو كل حاجة عنده in order، بيقولوا حتى عليه man of order. الموضوع عنده ماشي around the clock، على الساعة بالضبط طول اليوم، كل حاجة مضبوطة، كل حاجة في ميعادها، ما بيغيّرش أي حاجة. في ناس شايفاه شخص nice man، وفي ناس شايفاه strange، لكن الحقيقة إن هو man of precision. عارفة precision؟ اللي هي الدقة. هو precise أوي، عنده دقة في كل حاجة، ما بيحبش حاجة مش في مكانها، بيحب كل حاجة في وقتها، الغدا في ميعاده، الخروج في ميعاده، حتى الwalks بتاعته، حتى الreading newspaper بيتعمل في ميعاد، كل حاجة مضبوطة جدًا، جدًا، جدًا عن الراجل ده. طب هو بيعمل إيه؟ هو مقضّي وقته بيروح نادي، اسم النادي ده Reform Club. بيعملوا إيه هناك بقى؟ هو أصلًا النادي ده خاص بالrichest people in London، أغنى حد في لندن، مش أي حد بيروح النادي ده أصلًا. هم بيروحوا هناك read newspaper، بيروحوا هناك play games، بيروحوا play cards. هو اللي بيروح النادي ده ناس محددة أوي، الpoliticians، الbankers، الrich people، الmen of science. عارفة يعني إيه men of science؟ رجال العلوم يعني؟ العلماء مش رجال العلوم، زي عندنا men of letters، الأدباء مش رجال الجوابات، عشان يبقى بس الكلمة عارفينها. وهو واحد من الناس دي. هو هناك المكان ده يعتبر الtemple of reason، معبد المنطق والاحترام. كل حد هناك بيحترم نفسه أوي، وبيحترم الناس اللي قدامها أوي. ممكن يختلفوا الargument بتاعتهم تبقى sharp، لكن no one raise his voice، ما حدش بيعلّي صوته على الإيه؟ على التاني. الراجل هناك ما بيتكلمش كتير، لكن لمّا بيتكلم كلامه بيبقى مضبوط أوي. حصل له موقف كده في شهر أكتوبر، الservant بتاعه اللي شغال معاه قال له I quit، أنا يا باشا مش لاعب. مش لاعب ليه؟ إيه اللي حصل يعني؟ قال له ما فيش. هو زهق من كتر الorders بتاعة فوج، ومن كتر ال ال الدقة بتاعته، مش قادر يتحمل الأوامر والانضباط الdiscipline يعني اللي مين بيطلبه منه؟ اللي هو فوج بيطلبه منه. ففوج بهدوء شديد جدًا كعادة الإنجليز راح منزّل إعلان إن هو مطلوب vault، اللي هو خادم شخصي ليه. في نفس اليوم على طول قدّم له واحد يشتغل معاه. الراجل اللي قدّم معاه ده اسمه passepartout. اسمه إيه؟ passepartout. طبعًا دي كده بالفرنساوي. هو راجل فرنساوي عنده 30 سنة، اشتغل في كل الشغلانات اللي تيجي في دماغك. اشتغل firefighter، اشتغل singer، اشتغل في الأكروبات، اشتغل في الcircus، وبعدين زهق. قال لك بقى أنا محتاج peace، فقدّم على الوظيفة مع مين؟ مع فوج. ففي الinterview اللي هو هيبقى servant يعني؟ هيبقى servant، اللي هو personal servant بالتحديد يعني. ففي الinterview قال له: "أنت اشتغلت قبل كده؟" قال له: "آه." قال له: "اشتغلت فين؟" قال له: "أنا اشتغلت في كذا وكذا وكذا." قال له: "طب وإيه اللي خلّاك تقدّم على الوظيفة دي؟" قال له: "I want peace." أنا محتاج إيه؟ الهدوء. قال له: "خلاص، يبقى المكان ده هو اللي أنت هتلاقي فيه الإيه؟ فيه الهدوء، من ناحية الهدوء والانضباط." وفعلًا استلم الوظيفة. دخل البيت بتاعه، لقى البيت هو فخم أوي، لكن simple، ما فيهوش decoration جامد،
ما فيهوش pictures خالص للfamily بتاعته، هو عرف إن الراجل ده أو البيت ده بتاع man of responsibility، راجل ذو مسؤولية، man of order، مش واحد بيهرّج أو بيتنطط أو بيعمل الكلام ده، فافتكر باسبورتو إن خلاص كده هو وصل للpeace of mind، للسلام النفسي، وإن خلاص هو هيهدى ويستقر في لندن مع الراجل اللي هو قُلنا فوق، لكن هو ما كانش يعرف معلومة، خلال يومين هو هيكون بيلف حوالين إيه، العالم، مش قاعد نهائيًا فين، في لندن، والكلام ده هنشوفه بقى فين، chapter 2. chapter 2. نكمّل بقية الحدوتة ونشوفها إن شاء الله في chapter